اللهم حسن خلقي وطيب كسبي وقنعني بما رزقتني، واجعلني اللهم من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. ونسألك أن تيسر أمورنا ما أحييتنا، وأن تتم علينا العافية ما أبقيتنا، واجعلنا اللهم ممن يرى الجميل في الأقدار ويشكر الخير ويلتمس الأعذار، بسم وارزقنا الله والصلاة السكينة والسلام على رسول والحكمة الله. وحسن اللهم صل الاختيار. وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ائتنا من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ازيكم إخواتي وبناتي الغاليين، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا في أحسن حال. النهاردة إن شاء الله اليوم العالمي للورق عنب اليوم اللي بنستناه من السنة للسنة، العشق. النهاردة إن شاء الله هنخزن مع بعض الورق العنب بالطريقة بتاعتنا اللي احنا عاملينها مع بعض آخر مرة، زي كل سنة الطريقة اللي أنا معتمداها وما بغيرهاش في حياتي أبدا. أنا لحد النهاردة وأنا بكلمكم أنا يعني عاملة محشي ورق عنب من بتاع السنة اللي فاتت، كأني لسه جايباه من السوق وحشياه. تحفة في منتهى الجمال والروعة، من أول ورقة لآخر ورقة مفيش حاجة بتبوظ عندك، يقعد سنة يقعد سنة ونص زي الفل. شوفوا يا حبايبي، انا هنا اشتريت الورق العنب حطيته في ملاية قطن. ليه بقى؟ الورق العنب ممكن نقعد طول النهار على ما اخلصه واقطفه، عشان انتوا عارفين ان انا لوحدي، فما ينفعش ان انا اسيبه كده معرض لمروحه، معرض للهواء، معرض، انت فاهميني؟ لازم تحطيه في حاجه، وما ينفعش تحطيه في شنطه. الورق العنب بيتنفس بيعرق، فلازم تحطيه في حاجه قطن عشان لحد ما تخلصي خالص يفضل معاك الورق مرعرع وجميل ونضيف، ومش عامل ميه ولا كمكم ولا ايه، ولا غير ريحته الطبيعيه اللي احنا بنعشقها. واهم حاجه ان الورقه تفضل ناعمه وطريه زي ما احنا حابين كده، وباللمعه بتاعتها الحلوه دي نخزنها زي ما هي بطراوتها بجمالها كده. شوفوا بقى طريقه التخزين. احنا بنقطع العرق بتاع الورقه زي ما انتم شايفين كده، بنرص الورق على بعضه اهو. بصوا، او بالراحه كده وترصي الورقه على بعضها كده اهو. دي الطريقة الصح والمعتمدة. اوعي تمسكي، يعني انا شفت ناس، رب كل واحد طريقته تحترم وكله فوق راسي، بس انا بقول لكم الصح حبايبي، عشان انتوا لو عملتوا الطريقة اللي انا هقول لكم عليها دي هتتعبوا جدا في حشوه. يعني في ناس بتاخد بالكبشة بعروقه كده وتلف ايه في الاسترتش على طول، بيقول لك ايه احنا لسه مش ايه نبقى نقمع وننضف واحنا بنحشي. اوعي اعمليه زي ما بقول لك كده، اتعبي شوية في الاول، لكن هتطلعي الورق مرصوص وتسلقيه مرصوص وتحشيه مرصوص، وهتحسي ان انت ما حشيتيش ولا تعبتي ابدا، وهتحسي ان انت خزنتي ورق عنب باحلى طريقه وبابسط طريقه وبانضف طريقه. انتوا عارفين بقى موسم ورق العنب ده كان اساسا بادئ من بدايه رمضان، في هله رمضان كده، وكان شادد قوي، كان ب 100 جنيه الكيلو والحوارات دي. وانت عارفين اي حاجه اصلا في دخلة رمضان بتبقى شاده. فانا قلت لا يعني، وبقى لما دخل رمضان بقى ب 60 وكده، فقلت لا بعد العيد برضو احنا لسه في عز الموسم بتاعه، وفي نفس الوقت كل حاجه بتريح بقى، فقلت يلا الحمد لله بارك الله فيما رزق. بس بصراحة الورق ورقة من ورقة زي ما انتم شايفين، وكله جميل وحجمه مظبوط، لا هو كبير قوي ولا هي صغننة ولا هي خشنة، ده ناعمة وبتبرق وتحفة، يعني من أجمل الورق بتاع الورق العنب اللي هو يعني 100% في التخزين. هنا بقى بوريكم هنعمله ازاي، والكمية كلها هخلصها بنفس الطريقة، يعني كل الكمية هخلصها كده. هقطفها واحطها فوق بعضها كده، واقسمها كمان. تقسميها انت زي ما انت عايزة بقى، اربع طبعا، اربع من غير العرق، يعني اربع صافي، 300 انصاص على حسب انت عدد اسرتك والكمية اللي انت بتحشيها قد ايه. تمام. وطول ما انت شغاله وبتقطفي، انت مغطيه الورق بطرف الملايه القطن دي، مش سايباه منه للهوا كده. بصوا انا هنا بقى خلصت وعملت الكميه كلها زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا قد ايه نظافته وجماله وخضاره. وهخزن ايه ال3 كيلو دول. بصوا بسم الله ما شاء الله عليهم. انا عامله الرصه ربع كيلو صافي. الربع صافي ده يا حبايبي يعني في حدود مثلا 400 جرام، 400 جرام ورق عنب، لان النص كيلو ورق عنب بيصفي 350 ورق صافي من غير العروق بتاعته. يبقى الربع كيلو صافي بيبقى بيعادل 400 جرام بالعروق بتاعته، يعني حله محترمه وحله حلوه جدا ومناسبه. انا متعوده على المقاس ده كل سنه بعمله. انت بقى عندك ضيوف، بدل ما تطلعي كيس طلعي كيسين، لما تحبي تضاعفي الكميه. طول ما انت الكميه دي مناسباكي يبقى هي دي اللي تعمليها، عشان ما يفضش منك ورق مسلوق تحطيه في التلاجة يبوظ منك خساره، او يعني او تحشيه بزياده وبرده يفيض منك ويتحط في التلاجة لحد ما ترميه. لا، دايما الاكل خصوصا الاكل
دايما اعملي على قد وجبتك عشان التهدير، حاجه ما تفضش منك والبركه تبقى فيها. يعني بدل ما تعملي كيس مثلا، الكيلو مثلا نعمل منه 3 اكياس مثلا، لا، يعني ده المناسب بالنسبه لي انا، المناسب بالنسبه لك انت اعملي الكيلو على 4، في مناسب لغيرنا يعمل الكيلو على كيسين، كل واحد يعمل المناسب ليه. هنا بقى زي ما انتم شايفين انا بفرد الاسترتش، بحط اللي هي كميه الورق اللي بخزنها وبلفها ضغط، يعني بضغط عليها. بصوا عامله ازاي، زي قالب الطوب، طوبه اهي. الله اكبر عليها، جميله جدا وماسكه نفسها، متفرغه من الهواء زي ما انتم شايفين اهو. بصوا تحفه، تحفه ونضيف جدا، وجاهز على طول انك تحطيه في الميه بشويه زيت بليمونه بشويه ملح، وتديله سلقه بسيطه وتحطيه في مصفى وتحشي براحتك، وهتلاقيه جاهز معاكي ومرصوص وزي الفل. هنا بصوا، عايزه بس اوريكم نقطه في الجناب اهو. بصوا الورقه عامل ازاي، بصوا الجمال، شايفين النظافة، شايفين الجمال، شايفين الحاجة طازة بتبرق ناعمة، دي أهم حاجة، دي أهم ورقة في التخزين أهو. بصوا شايفين، بصوا الله أكبر، بصوا الكمية كمان، هي مش باينة عشان مرصوصة على بعضها، وعشان أكمن الورق ناعم، من الورق ناعم ومرصوص فوق بعضه، فتحس انه حبه صغيرين، لكن هو بسم الله ما شاء الله ده صافي ميزانه، يعني اللفه دي ميزانها صافي ربع كيلو اهو. اضغطي، بصوا الجناب، بصوا الجناب بلفها ازاي، بصوا الجناب هوريها لكم تاني. بتلف الجناب، بتروحي ماسكاها شاده الاسترتش من الجنب ولفاها، مغطيه الجنب ومكمله لف اهو. اهو اهم حاجه ما تخليش حاجه من الورق مكشوفه عشان ما تنشفش من التلاجة وما يفكش، ما يخشوش هوا، اهم حاجه ما يخشوش هوا، وانت بتلفي بتفرغي الهوا اهو. الكميه كلها هعملها بنفس الطريقه كده. وانت بتشتري الورق العنب بصي فيه وقلبي فيه قبل ما تشتري، لان هم بيبقوا موششينه، يعني في ناس كده والله، يعني انا مش بسيء الظن بحد، بس في بياعين بيبقوا كده. بصوا الورق عامل ازاي، الله اكبر عليه، بسم الله ما شاء الله، خطير. انتوا عارفين بقى الربع كيلو ده لو الورق خشن، تلاقي الربع كيلو قد كده وهايش ويعني عايز لفتين 3 عشان يتضرم، لكن هو عشان ناعم تحس ان هو حبه صغيرين، بس ما شاء الله لا قوه الا بالله. دي بالنسبه لي بتعمل لي حلاوه، وعلى فكره انا عملتها معاكم كتير، يعني انا حشيت معاكم الورق العنب ده. بصوا الجنب اهو، بشاور لكم عليه اهو، بصوا اهو، لفه الجنب اهي، بتجيبيها من الجنب وتروحي مكمله لف تاني اهو. بقول لكم هنا اهم حاجه الجناب، ان انتوا يعني تداروها وتبرموها من ضمن البرم اهو، كده اللف المظبوط اهو. كده بقى تحس ان هي مبرومه ومتفرغه الهواء، مفيش حاجه ظاهره منها، وفي نفس الوقت مهندمه مش منكوشه اهو. شايفين، جميله 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 ما شاء الله، لفات حلوه ومبرومه وزي الطوبه كده، ولفه حلوه يعني تعمل لك حله مظبوطه. انتوا طبعا عارفين وشفتوا انا عملت معاكم الورق العنب كذا مره، وشفتوا الكميه اللي انا بعملها قد ايه جميله وقد ايه مناسبه يعني الاسره حلوه، عدد افرادها يعني 4 و5 و6 كمان، الله اكبر. شوفوا انا هنا دايما اكد لكم ازاي على على الجناب، دي من الحاجات اللي باكد عليها قوي، لان يعني ممكن نسهى عنها اهو، يعني دي من الحاجات اللي باكد لكم عليها جدا. بس وفي زي ما قلت لك، وانت بتشتري الورق اشتري الورقه الكبيره الحلوه النظيفه الناعمه، حتى لو زياده 5 جنيه بس انت كسبانه، نضيف في تقطيعه وفي تخزينه، وحتى ليه طعم تاني في اكله، بيبقى مزز وجميل حتى وهو في الحله وهو بيستوي، بتبقى تحسي ان الورقه بتلمع وبتبرق كده وناعمه، وانت بتحطي فيها الرز وبتلفيها، يعني الورقه الناعمه النظيفه هي دي الورقه الصح. وبعدين احنا ما تخزنيش في الاخر، لا، اليومين دول عز التخزين، يعني اذا كنت ناويه تخزني انزلي يلا واشتري، وشوفي انت الكميه اللي انت حابه تجيبيها ايه، وخزني، اوعي تستني للاخر، بتبقى الورقه محلفشه وملهاش طعم، ومهما تغليها وتسلقيها وانت بتلفيها برضو تحس ان هي شكلها غريب ومنكوشه كده في الحله وشكلها وحش جدا. اليومين دول عز التخزين. هنا بقى انا خلصت الكميه كلها بتاعتنا ولفتها زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله عليها. دول ال3 كيلو عملوا لي 10، زي ما انتم شايفين كده 10 لفات. طبعا دول ما يكفونيش يعني لان انا زي ما انا قلت لكم قبل كده لازم بهادي، يعني بدي بابا وبدي اخواتي وبدي لمرات ابني وبدي هنا وبدي هنا، فده ما ينفعنيش خالص، يعني ممكن اضاعف الكميه دي مره او مرتين، يعني عشان خاطر ان انا اراضي كل اللي حواليا، وفي نفس الوقت يفضل عندي في الفريزر الحاجة اللي تكفيني لحد الموسم الجديد إن ربنا أذن بالعمر بإذن الله تعالى.
هنا بقى بصوا جماله وبصوا نظافته وطريقة لفته الحلوة اللي متفرغة من الهوا ومش ظاهر منه أي حاجة لا من الأطراف ولا من هنا ولا من هنا. ما شاء الله عليه بصراحة، يعني طريقة سهلة وجميلة ونضيفة جدا وما تاخدش معاكي مساحة في الفريزر خالص أيا كانت الكمية اللي انت هتخزنيها. وفي نفس الوقت جاهز معاكي، هتخرجي اللفة من الفريزر، هتروحي سايباها على الرخامة تفك براحتها وتروحي هتلاقيها مرصوصة برصتها. هتروحي عاملة لها مية مغلية بليمونة معصورة بحبة ملح صغيرين بمعلقتين زيت، وتروحي حطاهم فيها لأن الزيت بيطر الورقة وبيلمعها. هتروحي حطاهم فيها غطستين 3 لحد ما تحسي ان هو لونه غير كده ودبل، وتروحي شايلاهم في مصفى وتقعدي تحشي. هتلاقي ورقك نظيف لا فيه عروق ولا مكعبل في بعضه، وورقه من ورقه ومرصوص فوق بعضه كانه كرومب. حاجه في منتهى الجمال والبساطه والنظافه والسهوله. من اجمل الطرق اللي انا جربتها ومعتمداها وماشيه عليها سنين طويله. هنا بقى طبعا انا خلصت، طبعا مش بحدد بقى الكور دي او اللفات دي في الفريزر كده، لا انا بروح حطها في كيس زي ما انتم شايفين. ليه؟ لان الاسترتش لو لمسوا اي ميه او مثلا انت فكه التلاجة لاي ظروف او النور قاطع وفك سنه، هتلاقوا الاسترتش فك من الجناب وحروفه هوت. لا انا مش عايزين كده، احنا مش عايزين تعبنا و... وقعدتنا وتأميعنا ونلف ونتعب كده وفي النهايه الحاجه مننا تبوظ. لا بروح ماسكه كل لفتين، حطاهم في كيس مشمع وكمان مفرغه منه الهواء وقافلاه. تمام يا حبايبي. تحطي بقى حاجتك نظيفه زي الفل مرصوصه في الفريزر عندك ضيف، هتطلعي الكيس في اللفتين على قد اسرتك وعلى قد ولادك. هتروحي مطلعه لفه واحده وكمان مفرغه الكيس تاني وربطاه على اللفه التانيه وشايلاه في الفريزر. نحافظ على النعمه عشان ربنا يديمها. هنا يا حبايبي بقى انا خلصت الحمد لله، وقلت لكم كل التفاصيل اللي انتوا ممكن تحتاجوها. واي سؤال اي حاجه انا معاكم زي ما احنا متعودين مع بعض. وعرفوني برضو الاسعار عندكم بشكلها ايه في رمضان بتاعه الورق العنب، وبعد العيد ريحت ولا ما ريحتش، والاسعار عندكم ايه زي برضو احنا متعودين مع بعض في كل حاجه بنعملها. واوعوا تنسوا اللايك يا حبايبي عشان الكل يستفيد ان شاء الله. واحلى كلمه حلوه ودعوه حلوه لام عمر من قلوبكم الجميله: احبكم في الله واستودعكم الله. وبدأناها ببسم الله والصلاة على رسول الله، وننهيها ببسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الآمال. اللهم آمين يا رب العالمين. وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، وكل حاجة وإحنا مع بعض بتكون أحلى وأحلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة حبايبي.